مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. فيديو النهاردة عشان خاطر صوت التكتكة اللي بنسمعه في وش السلندر. أهم حاجة الفيديو ده عشان تبقى أنت فاهم. الفيديو ده خاص بالناس اللي هي معاها عربيات بتعتمد على الكستوبان اللي هو بالشكل ده. لو أنت عندك تكيهات عادية الفيديو ده مش ليك، الفيديو ده لأي عربية شغالة بالكستوبان بالوضع ده. تمام. مر عليا كتير خالص ناس عملت عمرات كاملة من الألف للياء بس في صوت تكتكة خفيفة، وبتاع وش السلندر تقريبا وصلهم لخانة يك وقال لهم لا ده عيب ممكن يكون في الوش، لا ده عيب في عمدان كامة. بيقول أي كلام عشان هو وصل لطريق مسدود مش عارف الحل فين. رغم انك انت تبص على عمود الكامة عندك ما فيهوش اي مشاكل، الشواكيش سليمة. تمام. طب انا عندي صوت تكتكه محيرني، انا عامل عمره كامله وصارف مبلغ وقدره وتكتكه محيراني. طب التكتكه من فين؟ الكستوبان شكله كويس حلو خالص، ما التكتكه دي جايه منين؟ اقول لك انا التكتكه جايه منين. انا عندي الكستوبان هنا بينزل، ده مكانه محكوم. خد بالك من التركايه دي. من المفروض الكستوبان من اول ما ينزل السنه دي هي دي تعمل معايا رنه فوق. مهما ظبطت تكهات ومهما قفلت على التكهات السنه دي تعمل معايا تكتكه. المفروض السنه دي انا ما اشوفهاش من بدايه نزول الكستوبان لغايه نهايته تحت. هتقول لي تحت يظبط، اقول لك لا، بدايته ونهايته المفروض ما يبقاش فيه اي خلوص. الخلوص ده يرزع معايا فوق مهما قفلت على التكيه. يعني انا ممكن بتاع وش السلندر يتلاشى لي موضوع الترزيع ده بانه يقفل لي على التكيه فوق. هتسخن مع العربيه وتاكل بنزين وتاخر مع الدوار الصبح. بعد ما تدور الصبح بالعافيه باقي النهار هتبقى ممتازه. ليه؟ لان انا مقفول على التكيه بتاعي عشان صوت التكتكه، لكن هيفضل صوت التكتكه زي ما هو. غيار الزيت والتاني صوت التكتكه هيرجع نفس الموضوع هو. هتروح للميكانيكي اللي معمر لك، لا معلش، لما تكربن، لما تحرق، لما تاخد بقى مشوار. تمام. الصوت كله في الكستوبان وفي مكانه. ايه علاج للموضوع ده؟ علاج الموضوع ده يؤسفني اقول لك وش السلندر عندك بايظ ويتغير، ملهوش اي علاج. الكستوبان هنا طول ما هو سليم مش ناحر ومش دابح ومش عامل مشكله ورا، طول ما هو بينزل فيه بوش بالشكل ده يبقى المفروض وش السلندر عندك يتغير. يا ريت لو انت جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيده ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.